ازيكم يا نصور، اخباركم ايه؟ طبعا زي ما انتم شايفين لسه اقل من 21 ساعه على ادراج هامستر، وان شاء الله سعره يكون مرضي لينا كلنا. وانا الحمد لله كنت واخد بان والبان اتفك من عندي الحمد لله، والعملات وصلتني على باينانس بالظبط 3400 عمله، والحمد والشكر لله. انا بحمد ربنا على طول. وكنت طلعت في فيديو قبل كده بتوقع سعر عمله هامستر، وطبعا ده كان توقع ما كانش سعر اساسي يعني، لكن غريبا ان التوقع اللي انا توقعته بالنسبه للمواقع اللي نزلت وعرضتها في الفيديو هو توقع قريب شويه من اللي هينزل. لان لما قعدت ادور واشوف الاخبار حسيت ان السعر اللي انا عرضته في الفيديو، طبعا مش كل الاسعار قريبين من بعض قوي، فممكن نلاقي عمله هامستر ان شاء الله في الرينج ده. النهارده ان شاء الله برضه طالعين ندردش مع بعض ونتوقع برضه سعر عمله بالنسبه للمنصات اللي انا شفتها، وندردش مع بعض شويه. لكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتنورني في جروب التليجرام عشان بينزل على اخر الاخبار اول باول قبل اليوتيوب كمان. طبعا لو عندك اي مشاكل يا ريت تنورني في جروب الشات، بكون متواجد فيه شخصيا انا والادمن، وان شاء الله هنساعدك ومش هنتاخر عليك. وطبعا لو عاوزت اي حاجه مني شخصيه خش له برايفت ما عنديش اي مشكله. وخليك عارف برضه ان بكره وقت الادراج هكون فاتح شير سكرين للشاشه بتاعتي عشان نبيع وقت البامب باذن الله، نلحق اعلى سعر للعمله. فلازم لازم لازم تكون منضم في قناه التليجرام عشان هتنفعك جدا. وطبعا اللايك والاشتراك هنا في اليوتيوب بيدعمني في صناعه المحتوى، بيخليه يظهر بالكواليتي اللي انت شايفها دلوقتي. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن السعر المتوقع لهامستر كومبات. اول حاجه مبروك للناس اللي وصل لها العملات بخير الحمد لله، والناس اللي خدت بان ان شاء الله ربنا يعوضها بيوتات كتيره جدا ان شاء الله تطلع احسن من هامستر. لكن الاهم من كل ده اللي هي تحمد ربنا على كل شيء في السراء والضراء. وانا عن نفسي والله لما خدت بان حمدت ربنا ونزلت فيديو على القناه بعدها على طول ملوش علاقه بهامستر خالص، كنت بشرح بوت تون ستيشن، وفي نفس اليوم بالليل والله العظيم البان بتاعي اتفك. وكنت فرحان جدا عشان طبعا كان في ناس كتير شمتانه فيا اللي انا خدت بان، وكاني انا كنت عامل لهم عمل او قاتل لهم قتيل. لكن الحمد لله، وانا والله كنت متعشم في ربنا اللي هو اصلا يعودنا عن هامستر، وحوار فك البان ده يجي صدفه، فالحمد لله على كل حال. خلينا بقى ندردش مع بعض في اول منصه انا شفت فيها سعر هامستر، وهي منصه كوين كوليكس. وانا هشرح على عدد العملات اللي معايا. يعني مثلا انا معايا 3400 عمله، فانا لما هشرح على 3400 عمله. طبعا خلاص ما عادش هشرح شبه الفيديو اللي فات حرق الاصفار ومش حرق الاصفار، عشان خلاص العملات اتقيمت ونزلت خلاص. فاول منصه معانا هي منصه كوين كودكس. في الفيديو اللي فات برضه كانت متوقعه سعر هامستر قريب جدا من الرقم اللي هي كانت منزلاه، بدرجه ان انا كنت بدات اشك في المنصه دي انها عارفه الاخبار قوي عن هامستر، لان هي المنصه الوحيده اللي ما غيرتش السعر قوي. تقريبا كان 0.10 بقى 0.11، وده طبعا السعر في البري ماركت ملوش علاقه بالسعر الاساسي خالص. فممكن الى حد كبير يكون بنفس السعر او طبعا ممكن يكون اعلى او اقل، كان طبعا كل اللي يجي من ربنا كويس. ولو جينا نحسب حسبه بسيطه على عدد العملات اللي معايا اللي هو 3400 عمله، وضربناها في 0.11 اللي هو السعر اللي قدامكم على الشاشه، هيطلع بالظبط $374. وده طبعا مبلغ معقول وكويس بالنسبه للعب اللي لعبناه في هامستر. انا على سبيل المثال كان معايا ربح في الساعه 7 مليون و500 الف تقريبا، وكان معايا بالظبط 710 مفتاح، وفضلت في البوت بالظبط 112 يوم. يعني قعدت برضه فيه فتره كبيره جدا. ف $374 رقم معقول شويه، وان شاء الله هامستر يرضينا كلنا بالرقم ده. وطبعا منصه كوين كودكس من المنصات الموثوقه جدا، وحتى لو السعر مش نفس سعر المنصه فهو سعر هيكون قريب منه، مش هيكون بعيد عنه قوي يعني، اذا كان اعلى منه شويه او اقل منه شويه، لكن انا اتوقع مش هيزيد عنه كتير جدا يعني. تاني منصه عندنا هي منصه جيجو تيرمينال. طبعا منصه من المنصات الكبيره جدا في البيع المسبق لاي عمله، لكن برضه سعرها ما بيتاخدش برضه على محمل الجد شويه، لكن برضه سعرها ساعات بيبقى مقارب للسعر اللي بتنزل بيه العمله. فانا قلت اطلعها الفيديو بتاعي النهارده عشان برضه زي ما نتوقع العالي نتوقع القليل جدا، عشان نكون توقعنا كل حاجه. فعلى سبيل المثال موقع جيكو تيرمينال كاتب لك ان السعر 0.05، يعني لو ضربتهم في ال 3400 اللي معايا هيبقى عاملين $170، يعني تقريبا نص الفلوس اللي انا حسبتها في كوين كودكس. لكن برضه في الاول والاخر مازال برضه مبلغ كويس، واحسن بكتير جدا من روك رابيد اللي الربح بتاعها طلع ربح عبيط جدا. وطبعا بالمناسبه برضه هتكلم شويه عن روك رابيد كده في اخر الفيديو. فموقع جيكو تيرمينال سعره مقارب شويه لكوين كودكس، يعني حوالي 5%، لكن في الاول والاخر دي اسعار متوقعه مش اساسيه يعني. والموقع التالت اللي معانا هو كوين جيكو، واللي متوقع السعر 0.08، وبرضه السعر بتاعه ما بين جيكو تيرمينال وكوين كودكس. وانا قلت لكم اكيد السعر هيتراوح بين الفئات دي ما بين ال 5% والواحد من 10، واظن في اسوأ الحالات ممكن يقل عن 5%، بس ده في اسوأ الحالات، ولكن طبعا اكيد كلنا نتمنى يكون اعلى من 5% بكتير. فموقع كوين جيكو مقارب الى حد ما من كوين كودكس وجيكو تيرمينال، هو بالظبط ما بينهم. رابع موقع معانا هو مش موقع تداول خالص او حتى موقع بيع مسبق، لا ده موقع اخبار عادي مشهور جدا في حوار الكريبتو كده يعني، اسمه كريبتو تايم، واللي توقع سعر عمله هامستر ما بين 1 من 10 و 3 من 10. بس احنا خلينا نمسك في 1 من 10 دي يعني، عشان 3 من 10 ممكن تكون بعيده شويه، وانا برضو مش عايز احشمكم. لكن ما زال برضو مقارب لكوين كودكس وجيكو تيرمينال وكوين جيكو. لكن طبعا لو طلع فعلا ما بين 1 من 10 و 3 من 10 ده اكيد طبعا حاجه تبسطنا وتفرحنا كلنا كمان. وبنسبه كبيره جدا السعر النهائي هيتراوح بين الاسعار دي، وهو توقع واحساس كبير جدا في قلبي. وخليكم عارفين ان المواقع اللي انا جايبها النهارده مش بتتوقع سعر العمله من فراغ، بيبقى فيها ناس خبراء وناس تحليليين بيبقوا فاهمين في الكلام ده اكتر مننا كلنا، فبيحطوا السعر وبيبقى سعر مقارب لحد ما.
فعشان يعني محدش يقول ان المواقع دي بتهبد يعني. اخر موقع معانا هو موقع كوين كارب، وده الموقع اللي توقع اسوأ سعر للعمله، ويا رب طبعا ما توصلش للسعر ده. انا لو ضربت ال 3400 معايا في ال 0.02 بتاع موقع كوين كارب هيطلع معايا $68. هو الحمد لله وكل حاجه، لكن طبعا مبلغ قليل جدا على التعب اللي احنا تعبناه في البوت، فان شاء الله المبلغ هيطلع اكبر من كده بكتير باذن الله. لكن انا برضه قلت احطه عشان برضه الواحد ما يتعشمش قوي. فزي ما انتم شايفين اصغر رقم عرضناه في الفيديو 0.02 اللي هو قدامكم على الشاشه، واكبر رقم عرضناه بتاع كريبتو تايم اللي هو 0.3، ويا رب يوصل للرقم دون وازيد منه كمان. واخر حاجه عايز اتكلم فيها هو بالنسبه لروك رابت. اكيد طبعا السعر ما كانش مرضي لنا كلنا، والسعر وحش جدا، ومحدش كان متوقع طريقه التوزيع دي او السعر دون، لان للاسف الواحد تعب في روك رابت اضعاف ما تعب في هامستر. يعني هامستر الشغل عليه كان خفيف شويه، روك رابت الشغل عليه كان تقيل، شفرات وكومبوهات واستر ايج، فبجد الشغل عليه كان تقيل جدا. يعني اعلى واحد في البوت جايب 2 مليار تقريبا، كسب $20 $25، اعلى واحد كسب 30، مش مبلغ برضه. واكيد طبعا الحمد لله وكل حاجه. انا على سبيل المثال كان معايا 300 مليون جوه البوت، جالي بالظبط 500,000 عمله، كانوا عاملين بالظبط $3 وكسور، يعني دول فكه يا دوبك تمن الرسوم اللي الواحد دفعها. فروك رابت ما كانش مرضي بالمره، ولو في سيزون تاني ما حدش هيخش فيه. لكن هامستر بقى لو في سيزون تاني والسعر بالنسبه للسيزون الاولاني طلع كبير جدا، اتوقع كل الناس اللي خدوا بان واللي ما خدش بان هيخشوا السيزون التاني وهو مستريح قوي، هيخش وهو مطمن، لان كده كده برضه حتى لو في دراج للسيزون التاني هيبقى بعمله هامستر، وبالتالي انت عارف سعرها هيبقى عامل ازاي، مش هيبقى بقى في توقع ولا اي حاجه. وده طبعا شيء جميل جدا، وان شاء الله سعر هامستر يكون مرضي لنا كلنا، لان برضه دي في سمعه هامستر. واكيد لو السعر مرضي ناس كتيره جدا هتخش السيزون التاني، حتى اللي خد بالي السيزون الاولاني هيخش برضه السيزون التاني. ودي طبعا سمعه الهامستر كبيره جدا، ومنها اللي هتخسر لاعبين اللي هتكسب لاعبين كتار جدا. وهامستر كومبات عايز يكون اكبر منصه العاب في العالم، فما اظنش هو يخيب امال الناس. فان شاء الله سعر هامستر يكون مرضي لنا كلنا، والناس اللي خدت بان ما تزعلش، باذن الله ربنا هيعوضها. وباذن الله لو سعر هامستر مرضي تخش السيزون الثاني ربنا يعوضكم باذن الله. طبعا زي ما قلت لكم جروبات التليجرام مهمه جدا، وانا متواجد فيها ال 24 ساعه، طول ما انا فاتح نت اعرف ان انا قاعد في جروب التليجرام بساعد الناس. وان شاء الله برضه هطلع لايف بكره عشان نبقى سوا، وهتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكربشن. واشوفكم على خير الفيديو القادم.